طب عبرني، احكي لي. قولي شكرا. تكونيش ياسمين هيك بدها احلى. ياسمين انا لو بدي اطلع هيك وانا هنا في سحني غزه نعيش الحقيقه. تمام. معك الصحفيه مرح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ فيديو اليوم هيكون المفاجأة اللي وعدتكم فيها، حكيت لكم فيه مفاجأة. ففي اليوم معي في الفيديو ضيف، يعني هو حدا عزيز على قلبي، هو شخص لازم انتم تتعرفوا عليه عشان احنا عيلة وهو جزء مني صار، فلازم انتم كمان تتعرفوا عليه. فيلا نشوف مين هو هذا الشخص. تفضل. هيا جعفر يا جماعة خطيبي. هل كانوا قاعدين نحكي لكم من السنة اللي قبل؟ يا اصلا انا لابسه نفس اللون، شايفني؟ نفس اللون. شكرا. اشو؟ ساخن وبارد. عن جد؟ I like it. ده عشان نحط هيك تحت. واو شو تشكري ديب. شكرا. طب عبرني، احكي لي. قولي شكرا طبعا. احكي لي. خذ راحتك، أول مرة تطلع يوتيوب؟ يا عمي أول مرة أطلع. أول مرة؟ يلا بما إني أنا أول مرة أطلع يوتيوب. مشكلة أول مرة. بدنا نقلبها نار وشراب. يلا نبدأ. يلا. جماعة اسمعوا، جعفر أول مرة يطلع على يوتيوب، بتحسوه أول مرة في لقاء تلفزيون. مرحبا، كيفك؟ تمام. معك الصحفية مرح السنة. والله صحفية سايرة. حابين نتعرف عليك، احكي لنا أكثر عنك. أكثر عني يعني أحكي لك. أول شيء الجمهور بيعرفك، هم بيعرفوني من زمان، بيعرفوني كأم سكوتة يعني. أنا أحكي طموحاتي في الحياة ولا أحكي عنها؟ مش عارف. مرحبا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أنا جعفر الخالدي. الاسم غريب طبعا الكل حيكون جعفر. جعفر، شو هالاسم هذا يعني مسميه؟ أساساً اسمه جعفر يعني. الاسم تبعي بالنسبة لكم تصيبوا فيها بعض. جعفر وهذه جعفر وصار شو؟ احنا في الحرب وفي الدمار، انك انت تاخذ اي قرار في هذا الحرب صعب صعب صعب. فكان يعني اكبر قرار انا اخذته في حياتي خطبتها. طلعت لي 8 ابواب. يعني الحرب هي اللي جمعتنا. يعني لولا وجود الحرب، يعني في سيئات للحرب في مزايا، من اهم المزايا تبعت الحرب هي ميزه واحده هي ميزه. يعني احنا قاعدين بحكي معاكم انا وانا جوعان اساسا. والله الفيديو بعنوان جعفر جوعان. هذا القميص يعني انا لبسته من اسبوعين 3. كان انا شادد عليه، هو اساسا جبته من تركيا الي سبورت. فبتفاجئ اليوم لما جيت لبسته ما شاء الله عليه، بدي كمان واحد يلبسه معي. هذا من قلة الأكل أساسا يعني هو كان سبورت يعني ماسك على الجسم. ماسك علي. اللي هو حرام ضعف. لا تفاجأت لما لبست اليوم الصبح. بطل ياكل. قلت لكم هي قطة صورة لجعفر كيف كان قبل 3 سنين 4. الصورة اللي وانت في تركيا اعتقد. صورة في تركيا حطوا صورة وانا في باباروتي اللي هي صورتين مش بعد عن بعض شهر يعني. كيف كان وكيف صار مع الحرب. الصورة ما تكونيش ياسمين هيك بدها احلى. ياسمين انا لو بدي اطلع هيك رشيق حلو، اما يعني قبل ماشي بس كان تخطوخ يا كان كثير سمين. في تعب، في ارهاق، في جهد. انا ببذل جهد كثير. احنا هالايام بنجهدها وفيش انقل مية حلوة، انقل مية مالحة، اطلع جيب اكل، اطلع جيب كذا. وفي المكان كله بواعيد، ما بحبهاش. بعرفني هي احنا في شجر، احنا قاعدين مكان كله شجر فبواعيد. استنوا افرجكم المكان. هي المكان كتير حلو. طبعا احنا غزة دمار كلياتها، فتعبنا عما لقينا مكان يكون فيه زوايا تصوير حلوة وقاعدة مرتبة وحلوة. فهي كله شجر. فجعفر قال ساعي حرام بتقروسوا من البواعيد. الله يعينه. هي اسمها بعوضة. بواعيد هي جامع. كان احكي لهم كان في جروب على الواتساب عن العملات. احنا كانش في بنوك فاتحة، فكانت المصاري ناخدها من ناس شارياهم وبنسب وهي الشغلات. وكان هذا الجروب بينزل دايما عن النسب وهي المواضيع، وبيحكي عن تفاصيل المحافظ الإلكترونية وكيف ممكن تعملها وتفعلها. أنا عندي خبرة فيهم شوية هاي الشغلات. فلقيت حدا كاتب اللي هو جعفر كان كاتب عن المحفظة إنه مش عارف يفعلها ومش راضي تزبط معه. فأنا من باب إنه عندي خبرة بهذا الموضوع. واجهتني مشكلة يعني ما مش عارف هل هي كانت لحالي ولا لغيري. فسألتهم يا جماعة مين يعني هل ليها مشكلة عامة ولا أنا بس. فرد أنا استنيت حدا يرد عليه، ما حدش رد. مرق يعني يمكن
وهو ما حدش راد. لأنا حكيت خلص بدي أرد على هذا، شو حرام، عندي خبرة أنا في هذا الموضوع، خليني أفيده. فرديت عليه بقول له إني بقدر أعملها بس لازم يعني أشوف محفظتك، أنا أعملك على جوالك. فوين مكانك؟ بحكي لي في الدير. قلت تمام أنا بدير. وين مكانك بالدير بالضبط؟ حكى لي في شارع الحكر. وين في الحكر؟ قال لي عند جيران، يعني حكى لي اسم الناس اللي هم قاعدين فيه. فقلت له اوه ممتاز، انا جنبك كتير قريب، فخليني اشوفك. والعصر نزل وانا نزلت له على باب العماره وشفته وعملت له اياها المحفظه يوم. بس ما ظبطتش مع الجيش يعني انه حكيت له كيف الفكره بعملها ولازم تروح على المندوب ويفعل لك اياها. كنت رايح على المندوب بس المندوب كان مطول، ما علينا. المهم هنا كانت اول البدايه، اول مره شافني فيها. بعد هيك طبعا صرت اشوفه في الشارع، بس طبعا ما فيش بيننا وبيننا حكي يعني سلام يعني من بعيد سلام عليكم، او لما يعني امروا خلص الامور تمام روحنا على الشمال. طبعا انا روحت قبلها، روحت اول يوم. احنا ضلينا شهر هناك عما فتحت الطريق روح ارجع بالسياره. اول يوم روحت فيه روحت فيه الناس، انا روحت خلص ما كنا مش قادرين نروح لغزه ونرجع لمكاننا وشوارعنا اللي كنا ماشيين فيها ونمشي فيها، وارجع اشوف محلنا والشغل والحياه. طبعا رجعنا ما لقيناش حاجه الحمد لله. طبعا ربنا يعوضه، يعني محله اللي كان اشتغل فيه راح منه، فان شاء الله يا رب يعوض خير ان شاء الله. احنا نديكم قاعدين نقله جديده من القناه تبع المسكوت اللي هي مره، هنديكم كمان لقدام شغلات من باب كتير. انه ما نخليش القناه واقفه، يعني عشان موضوع السكيت مش موجود حاليا. فيعني بشكر جعفر، هو كان الحدا الاول والاساسي لموضوع اني ارجع تاني على يوتيوب. يعني فبحكي لي لك سنه ونص سايباها ليش؟ بحكي له فيش سكيت، بقدرش يعني انزل واصور اي شيء بالسكيت. فكرنا في محتوى ثاني وشغلات ثانيه، ولا والمحتوى حيكون شيق في الايام الجايه، والفيديو القادم حيكون احلى من الفيديو هذا. خلص بعدك يصير كل الفيديوهات اشياء هتحبوها وكل فيديو حيكون مختلف عن الفيديو الثاني، مش حنكون مركزين على شيء معين، حنركز على شغلات احلى عشان انك انت كمان لو احنا نقدر نديك كمان فوائد وش بدك شغلات احنا جاهزين نديك. اكتبوا لنا كمان بالكومنتات اذا اي نوع فيديوهات حابين نصور لكم اياها، احنا جاهزين يعني حنخاطر في حالنا علشان بس. المهم انت كنت بتتكلم عن بيت شعر صح؟ صح؟ يلا. وانا هنا في جحيم غزه اعيش الحرب والحب معا، اعيش حربهم واخذ حبهم. احنا خطتنا كانت بعد عيد الاضحى. بعد عيد الاضحى بيومين. بعد ثالث يوم عيد الاضحى. رابع يوم العيد. ثالث يوم العيد. رابع. ثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد في عيد الاضحى كان 8/6/2025. تاريخ حلو ما بنساهوش يعني. بعد الله ملاذا ثابتا وحضنا دائما، حضنا يحتويني بعد المكتة والتعب، وركنا آمرا أنزوي إليه من صخب الحياة، أنيسة للروح، رفيقة للدرب، حبيبة للفؤاد. بارك الله لكم. كنت أصب عليه. لا أوقات مرة كنت أحكي معها بقولها كانوا لا بديش لا ما هو يا جماعة أنا ما كنتش أفكر في موضوع الارتباط خلال فترة الحرب. يعني الواحد كثير الموضوع كان متعب الحرب وهيك كمان أخطب، فلقيت إنه كيف أحكي لكم وجود حدا في هاي الأوقات يهون عليك ويحبك ويهتم فيك بهيك ظروف كان شغلة يعني كتير حلوة. فإنه ليش أضل أكابر وأحكي لا بديش وبديش. فلما خلص صار نصيب وطلبني وفقت والحمد لله يعني الحياة حلوت بعديها، صرت أحب الحياة أكثر، صار في سبب. في سؤال قلبت وليات. آخر سؤال شو كان شعورك لما أنت كنت بتلبس الدبلة؟ يعني لما خلص كسبت وربحت بالآخر خلص ما راح صرف بين إيديك، شو كان شعورك؟ أول شيء الصراحة يعني يوم بس الدبلة بس كان أي شعور تاني أنا حسيت فيه كان المكان شعور. هذا أول حاجة. بشكل مش طبيعي وكان زحمة وناس وكله. لا تلاقي إنك أنت بحط لكم صورة البيت وإحنا زيناه وعملناه يوم الخطوبة هو فاضي. فيه 70 نفر بتطلعوا فيك وبستنوا توتر. لا مش هتوتر يا عمي. طب ركز تركزش هنا يعني. أنا هذا ما إحنا لازم يتسلط علينا الضوء. الكل جاي عشاننا يعني. المهم فيوم ما لبست الدبلة تمام يعني. ففي الوقت اللي أنا جيت لبست الدبلة
لقيت الكل مسك جواله وبيصور. حسينا هاي صوت هواية يا جماعة، عادي الأمور تمام. الكل مسك جواله بده يصور. حسينا حالنا مشاهير زيادة عن اللازم. الكل بيصور. اهدوا مش هيك، انا بدي البس وش هيك. المهم انا يعني لبست، ما فيش توتر، لا ما يعني مش هتوتر يعني، بس انه كيف كان شعور حلو ان انا خلاص كسبت القلب اللي انا بدي اياه والبنت اللي انا بدي اياها، اخذتها حضني وصارت حلالي وملكي انا. فخلص يعني ما ضلش فيها لا توتر ولا يعني. ودخلنا ارتاح بعديها خلص الامور تمام. قال لي بعد هيك بس اشوفك انه خلص. مش كل يوم انت تقول لي بدي اشوفك وابصر شوف. قال لي بعد هيك كل اسبوعين 3 بصير اشوفك. وفعليا يعني انا بشوفها بالاسبوع للاسبوع جد. حاليا يعني هو عشان بكون مشغول بشغله، الله يعطيه الف عافيه. حبيني قد النصيحه صراحه. صوت زي ان انا طلعت مش صوتها. فاحنا يا جماعه خلص ننهي الفيديو. طولنا عليكم صح طولنا عليهم. مش مشكله، هم كيفين تلاقيهم مبسوطين هالقد وحضرونا، واخيرا شافوا مين الشخص اللي اخذ المسكوتر وخلص يعني صار نصها الثاني لبس خازوق الله يكون بعون. اللي بترمي السما تلقى الارض على خازوق ولا شيء اللي كانت وربنا انه بيصير. طب شكر فيك ربنا ما هيك تكمل. فربنا يعني ببارك بمزح على الزواج والحلال والامور هذه كلها. وبعدين في عندنا احنا مقوله، مش مثل ولا مقوله يعني تقال، وطبعا هذا طبعا في النهايه الامر بيد الله، انه كل بنت اللي هو كل عروسه بتجي رزقها معها. فهذه كانت رزقها وهذه كانت رزقها من ربنا اجتني، واكيد رزقها رح يجي معها، وان شاء الله ربنا بيرزقنا وبيرزقكم واياكم جميعا ان شاء الله يا رب. ادعوا لنا يا جماعه. كل شيء نمسكم فيه ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. نصيحتك على السريع عشان نخلص. نصيحتي يا جماعه بالنسبه للاكل الجوع، حبوا الحياه كثير، حتى لو احنا يعني قاعدين بحرب بهاي الاجواء. لا لحظه، هالقد احنا بالحرب تمام. احنا لو ما من جوانا انا وياك ما قررناش انه نعمل تغيير، رح نضلنا مستسلمين لكل الظروف اللي حوالينا ونضلنا نحكي انه حرب ولا بنفعش مش ينفع ارجع اصور لانه احنا عايشين بحرب. طب يعني هذه الحرب مش لازم نعملها سبب عائق اساسي للطاقه الكامله جوانا، يعني احنا لسه عايشين ولسه قادرين نعطي. هي فكرتها مش حبوا الحياه، انه ما توقفوش، ضلكم ماشيين يعني وقفوا خذوا بريك بسيط اشحدوا فيه طاقتكم، بعدها ارجعوا ثاني بقوه. هاي الحرب شغاله والقصف شغال ونمنا على صوت قصف وصحينا على صوت قصف. وتو سمعتوا حتسمعوا يعني سمعتوا الفيديو اكيد صوت الهوي وصوت الزنانه والامور هذه. ف يعني بغض النظر عن كل شيء ضلكم مكملين. اللي بموت ربنا بعوضنا خير. طبعا احنا اخذنا وقت كثير كبير عشان نوصل لهي المرحله من انه احنا بنعطي الطاقه من جوانا للناس الثانيين. يعني احنا قبل لو سنه او قبل نص سنه على الاقل لو شفتونا كان احنا حاليا يعني ما كانش فينا اي طاقه. الحمد لله هذا الوجود ما اجاش من فراغ. هي شوفوا هي حتى روحتنا من الجنوب على الشمال هي اللي ادتنا دافع ان احنا نقدر نكمل، خلتنا نعرف نفكر صح، لانه كان 98% من تفكيرنا واحنا في الجنوب انه احنا بس بدنا نقعد وايشنا نساوي وايشنا ناكل، كان في معنا مجال في الحياه نفكر. لانه بصراحه يعني اي حركه نزوح كانت في الجنوب كانت مؤذيه جدا، لا إن مكان ولا إن شيء، واللي كان قاعد في مكان بضل قاعد فيه ما بيتحرك. احنا حتى لما دخلت اليهود على الدير واجتاحت عندنا الدير كانت الدبابه بعيده عنا تقريبا شارع. لا نتكلم مش في شارع، يعني ممكن بعض من يعرف انه شارع يقول لك في شارع بينه وبينه 3 كيلو، لا كانت امتار معدوده بصراحه. وضلينا موجودين يعني انا كانت الدبابه موجوده على الشارع اللي قبال شارعنا، وانا اقف على الشارع والطخ على الناس واللي كنت كتر بالطخ. بس ضلينا قاعدين ليش؟ يعني مش معرضين حل للموت، بس ما فيش مكان، ما في مكان ثاني خلاص. يعني لو رحنا عليه حنرتمي في الشارع. فقلنا خلاص بنموت في هذا المكان اللي احنا قاعدين فيه، وربنا بتولانا برحمته. والحمد لله ربنا نجانا وطلعنا وهينانا ورجعت الحرب، والله يستر ايش اللي جاي علينا وبيحكوا في هدنا، وان شاء الله ربنا يجملها بالستر علينا وعليكم يا رب. حبوا الحياه زي ما هي قالت لكم، حبوها بالطريقه اللي انتم بدكم اياها، عيشوها بالاسلوب اللي انتم بدكم اياه، وبس. شكرا لكم، شكرا على استماعكم. اخر شيء بنحكي في الفيديو تنسوش تعملوا استنونا بالفيديو الجاي تبع كل خميس. رح يكون الخميس الجاي الفيديو اكتر اكتف، نعمل لكم شغله زاكيه ان شاء الله هتعجبكم، فاستنوا الفيديو الجاي. يلا اعملوا باي، سبسكرايب، لايك، شير، تفعيل جريد بدون ما تحكي. هم بيعملوا هاي الشغلات، متابعيني ناس عسولين. باي. سكر الكاميرا بايدك هيك بنعمل باي. لا على الكاميرا قاعد هيك. ايوه